السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده جايبه لكم خامه من خامات قماش التنجيد، الخامه القطيفه. ناس كتيره قوي بعتت على الخامه ديت وكانوا عايزين يعرفوا احسن خامه في القطيفه نجيبها ايه هي. فانا جايبه لكم خامه من خامات القطيفه، نوعا ما تعتبر كويسه. تمام. لكن في الاحسن منها، يعني في قطيفه اسمها بلوفوار. الخامه ديت تحفه، تقيله وجميله، وطبعا غاليه. يعني اخر مرة اما كنا بنسأل عنها او كنا بنشوفها يعني عشان نجيب منها، كانت عاملة 250 جنيه للمتر الواحد، و250 الكلام دوت من حوالي شهرين تقريبا او كده. طبعا الاسعار الله المستعان بتزيد كل مادة، فالله المستعان. الخامة ديت بقى اسمها تسلا. هي خفيفة شوية عن البلوفار، لكن برضو شغالة، يعني خامة نوعا ما احلى من السلفانا، لان احنا قلنا ان السلفانا بتاعه ستاير. استنوا عندي حته منها هوريها لكم. دي السلفانا اللي انا بتكلم عنها، خفيفه قوي وما فيهاش لمعه زي التسلا ديت. وزي ما انتم شايفين يعني الفرق واضح قوي في الخامتين. دي قطيفه ودي قطيفه، بس الفرق في الخامتين واضح. شايفين اللمعه اللي في دي لمعه جميله قوي. بس عايزه اقول لكم حاجه، ان اللمعه ديت مع الغسيل، يعني لو انا بعمل منها مثلا شيلت او كوشن او حاجات من دي وهتتشال وتتغسل، اللمعه ديت للاسف يعني مع الغسيل مره في مره في مره بتطفي وبتروح. لكن الخامه بتفضل حلوه، والقطيفه بتفضل زي ما هي، يعني مش بتنحل بسهوله. القطيفه ديت ميزتها ان هي مش بتنحل بسهوله. الكهرباء طبعا قطعت وانا بصور للاسف، فهكمل لكم هنا. الخامه هي برضو من قريب اهي، اسمها تسلا. طبعا ما نعتمدش على الاسم قوي، فممكن نلقط سكرين للخامه ونروح نجيب زيها. تمام. ده البرسل بتاعها، اوريكم الظهر بتاعها برضو. طبعا القطيفه معروفه، قطيفه ما بقاش ليها بطانه من ورا، وقماشتها وسط، لا هي خفيفه قوي ولا هي تقيله زي البلوفار. تمام. البلوفار معروفه قوي يعني في المحلات نوعا ما، فلو رحنا طلبنا البلوفار من صاحب المحل او كده، او اللي شغالين هناك، ممكن يعرفوها. والتسلا دي كمان على ما اظن. بس احنا بنقول ما نعتمدش على الاسماء، لان يعني احنا شخصيا لما بنروح المحل وبنطلب بعض خامات كده بالاسم، بتبقى يعني يقول هاتوا صورة للخامة. تمام. فما نعتمدش على الاسم قوي. افضل حاجة ان احنا نلقط سكرين للخامة اللي عجبتنا، وبعدين نروح نجيب زيها. تمام. ده بالنسبة للناس اللي كانوا سائلين على القطيفة. بصوا كمان عندنا منها الكشمير ديت، او اللون دوت شغالين بيه صالون، نصوره لكم قريب ان شاء الله. وفي كمان مع الصالون، يعني العميل هنا جايب مع اللون دوت، جايب الذهبي او البيج اللي هو مدي على ذهبي شويه ده. ماشي، هحاول اوريه لكم برضو اهيت. معلش لو الاضاءه ده يعني مش كويسه، مش واضحه او حاجه، انا بصور على ضوء الكشاف. ماشي، ده وشها اهو. ماشي. الصالون حتى جزء منه لسه بيتنجد، فهنوريكم ان شاء الله في الايام اللي جايه الصالون وهو بيتنجد، وفي الفينش الاخير زي ما انتم متعودين. فهنا جايبين الذهبي مع الكشمير اللي هناك دوت. وطبعا الكشمير ده كان العميل عامل فيه تطريز وكده، وادى القماشه تتطرز لانه هي اتعمل في صالون. فكل ده هتشوفوه معانا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. كده وريتكم كل الالوان بتاعته. وبس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.